اليوم في إطار البرنامج طبعا تاع الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، عندنا برنامج مكثف يمتد لحوالي أسبوع. كل يوم عندنا جزء من هذا البرنامج من مختلط، فيه جانب الثقافي، فيه جانب التدشينات تاع بعض المشاريع، فيه إشارات الانطلاق، فيه وضع حجر الأساس لبعض البرامج. اليوم راكم لاحظتوا اليوم وضعنا حجر الأساس لبناء دار شباب في حي المنقار، وأعطينا إشارة الانطلاق لمشاريع السكن الترقوي المدعم على مستوى تغلين. والآن رانا موجودين هنا باش أعطينا أيضا إشارة الانطلاق للمشروع الكهرباء، محطة على الكهرباء توليد الكهرباء كبيرة إلى درجة 400 ميجا وات. هذه 400 ميجا وات اللي ممكن تربط الشمال بالجنوب وندخلوا في الحلقة نتاع الخط الوطني للتزويد بالكهرباء. إذن المشكل تاع بشار ما يبقاش مطروح كما الماضي. قبل كان عندنا إلا مصدر واحد اللي هي المشرية والعين الصفراء. العام الماضي نصبنا 4 محطات توليد الكهرباء اللي تمشي بالغاز لكاتيجي، راكم شفتوهم، وعقبنا الصيف في احسن الظروف. اليوم درنا البوست 400 هذا اللي يقدر يمول بشار ويروح حتى للجنوب، ويقدر ما يصدر الخارج ويربطنا بالشبكة الوطنية للتزويد بالكهرباء والغاز، وفي نفس الوقت يقدر يمول المشروع نتاع المركب الحديد والصلب اللي راح يكون في مكان التوميات. إذا مشروع ضخم ومشروع هام اللي ينهي هذا الهاجس نتاع الانقطاعات ونتاع عدم الاستقرار في الطاقة الكهربائية، ينتهي نهائيا. وحنا الشيء المهم الأكبر راح يتوازى ويترافق مع المشروع نتاع الحديد والصلب اللي هو من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، اللي راح يتجسد على أرض الواقع. وراكم لاحظتوا بأن الشريك الصيني جاء والشريك الجزائري جاء وشافوا المكان، والآن راهم على قدم وساق باش في أقرب وقت ينطلقوا في هذا المشروع. كذلك أن هذه الطاقة أيضا بالنسبة للفلاحة أيضا ما يعوش عندنا مشكل بالنسبة للطاقة الكهربائية، حتى بالنسبة للفلاحين غدوة اللي يطلب الطاقة غدوة يلقاها موجودة. الاستهلاك نتاعهم من الطاقة ولا من الماء موجود. الآن كل المشاريع اللي راهي تمشي الآن تتواكب مع بعضها بعض، وراح توصل لواحد المحطة وين تتلاقى كل مع بعضها بعض وتكمل بعضها بعض، سواء الماء، سواء الخزانات نتاع الماء، سواء المشروع نتاع بوسير 2، سواء السكة الحديدية، سواء المركب، هذه كلها راح تتوازى مع بعضها بعض تنطلق في وقت واحد، وإن شاء الله راح تتلاقى في نقطة حساسة وين تستوعب كل اليد العاملة اللي نحتاجوها في هذه المنطقة، وتعطي ديناميكية اقتصادية وتجارية للمنطقة. شكرا.